جيت جري من السوق عشان الحق نفسي، لقيت صاحبتي قابلتني في السوق بتقول لي انت وحشاني وانا عازمه نفسي عندك دلوقتي انا جايه. طبعا جيت جري من السوق، ما كنتش عارفه اعمل ايه، ما كنتش عامله حسابي على اي حاجه خالص. طبعا كنت جايبه شويه سمك كده صغيرين نفطر بيهم او نعملهم على السريع، وطبعا خلاص انا هعملهم لها وزي ما تيجي لان هي عزمت نفسها عندي فجاه وانا ما كنتش مظبطه نفسي. والصدمه بقى لما جيت اشغل الفرن الغاز بتاعي عشان ينجزني لقيت الانبوبه خلصانه. طبعا ما كانش في اي حل تاني غير ان انا اجيب الصاج الشوي بتاعي. عايزه اقول لكم انجاز وسريع جدا وحلو جدا ولا بيفرق اي حاجه عن الفرن. خدت السمك كده شطفته على السريع وقصيت الزعانف بتاعته، فتحت بطنه وشلت البطن ونضفتها وحشيتها بالتتبيله. المعروف عن السمك المشوي انه ما بيتفتحش عشان ما ينشفش معايا، بس انا جربته قبل كده والبطن ادت مراره جامده للسمك، بصراحه ما كانش السمك طعمه حلو، فبالتالي انا بس بفتح بطنه وانضفها كويس وبحشيها بتتبيله، بس بسيب القشره السمك زي ما هي عشان خاطر تاخد الحروقه بتاعه الشوي. بجيب بقى السمكيه وهي فيها القشر بتاعها بعملها بالرده، الرده اللي هي النخاله بتاعه القمح، بغلفها كده بالرده وبعد كده بحطها على الصاج. الصاج ده بيكون ساخن جدا 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 عشان خاطر ما يلزقش. لما اجي احركه بالطريقه دي وما يتحركش معايا فبسيبه، المفروض ان انا اسيبه ما احركيش لحد ما يتحرق. الحروقه دي اللي بتخليه يفصل لما تيجي تحركيه عن الصاج. الصاج ده هتلاقوه موجود في اي حته وفي اي مكان، الناس اللي هم بتوع المناخل والحاجات دي. الصاج ده مش مدهون سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، هو مجرد ان انا سيبته يسخن جامد جدا، حطيت عليه السمكه المتغلفه بالرده وخلاص على كده. ابتدي احركه لما ياخد اللون التحمير بتاعه زي ما شفتوا في اللي ما تحركش معايا بسيبها لحد ما تاخد اللون بتاعها. تمام كده، دي السمكيه المظبوطه، اللون بتاعها مظبوط جدا ومستويه حلو جدا. اولا هي حجمها صغير فبتستوي بسرعه ما تاخدش، ولو سمك اكبر من كده برده بيستوي عادي على الصاج. الصاج بيسوي اي نوع سمك عادي جدا، بس الفكره لو حاجه كبيره بتسيبها تستوي اكتر، بتهدي النار خالص لحد ما تستوي، يبقى الراس دي مش فيها اي دم خالص وناشفه كده من جوه وحلوه. السمك الصغيره ما بتاخدش وقت خالص. التتبيله بقى اللي حشيت بيها بطن السمك هاخد منها نصها، وهي عباره عن توم وفلفل اخضر، فلفل شطه وكمون وملح وليمون وبهارات سمك. خدت بقى منها نص كميه التتبيله حطيتها في طبق وزودت عليها طماطميه كده مكعبات وضربتها. لو عايزين تفرموها في الخلاط عادي، عايزين تعملوها في كبه عادي، بس عشان هي طماطميه واحده فمش مستاهله. دقيتها كده في الهون زي ما عملت التتبيله وزودت عليها كده شويه ميه وعصرت ليمون وزودت الملح وظبطت كده كل حاجه فيها. وبعد كده باخد السمك وهو سخن على طول، باخد بقى السمك على طول احطه في التتبيله اللي هي متزوده ميه دي. لو عايزين تاخدوا من التتبيله نفسها ترشوا كده على السمك وهو على الصاج عادي مفيش مشكله. بنقعه كده مره واتنين على الناحيتين يعني وبصفيه وبس كده، بيبقى احلى واطعم سمك يعني مفيش منه. جوه البطن نضيفه ومتبله وكله زي الفل، السمكيه ولا هي نشفت معايا ولا اي حاجه خالص. لو عايزين تعملوها مقفوله زي ما المعتاد يعني عادي براحتها كده. بقلب كده في الميه بتاعه التتبيله وكده بقى احلى سمك جاهز معايا، ما خدش مني وقت خالص خالص خالص. طبعا هو المعتاد ان هو بيستاكل كده مع عيش وسلطه وطحينه والكلام ده كله، بس طبعا حبيت اعمل شويه رز عشان خاطر الولاد يعرفوا ياكلوا. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ على فكره كل الحروقه دي جت في القشره اللي انا ما رضيتش اشيلها في الاول، سبت القشره زي ما هي عشان تاخد كل الحروقه دي. لما اجي اقشرها اللي يتشال هي القشره بالجلد بتاعها. يتفضل بس السمكيه تبقى بيضه من جوه، وهوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين المنظر؟ زينتها كده بشويه جزر مبشور وبرده بالتتبيله اللي انا عاملاها اللي هي الطماطم المتقطعه ودقتها في الهون. دي لو كانت طماطم مضروبه في الخلاط كانت هتبقى ميه خالص ومش هعرف امسكها. التتبيله لوحدها بصراحه حوار، لما تغمسيها كده في العيش وتاكليها بتبقى متملحه كده وحلوه. شايفين بقى السمكيه عامله ازاي من جوه؟ مستويه حلوه جدا، القشره بتتقشر بكل سهوله لان القشور بتاعت السمك انا سبتها. تمام بس كده السمكيه بيضه ونظيفه. شايفين متحمره ازاي؟ حتى من تحت الجلد متحمره وحلوه، وبصراحه تستاهل بقكم. يلا اتفضلوا معانا بالف هنا وشفا. يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش لايكاتكم الحلوه على الفيديو، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامه.